عارفة لما تبقي بتصلي وتحسي انك بتقولي كلام مش حاسة بيه، تحسي انك واقفة بس مش حاضرة، تحسي انك خلصتي الصلاة بس قلبك ما دخلش اصلا. كلنا عشنا اللحظة دي وسألنا نفسنا فين الخشوع؟ ليه مش قادرين نحس؟ وجربنا حلول كتير بس محدش قال لنا على كلمة السر الحقيقية. في ناس كتير بتصلي بس كم واحد فيهم بيحس انه بيكلم ربنا بجد؟ كم واحد دموعه نزلت في سجدة؟ كم واحدة لما قالت إياك نعبد وإياك نستعين حست إنها فعلا محتاجة لربنا؟ خليني أقولك بقى الحقيقة الصادمة، انت ممكن تكوني بتصلي من سنين وما صليتيش ولا مرة بجد. أيوة صليتي بجسمك بس قلبك كان في حتة تانية، وانت عارفة كده وحاسة ان في حاجة ناقصة، في فراغ، في ضغط وفي هم. والصلاة مش بتخففهم ليه؟ علشان مفيش خشوع. طيب سألت نفسك في يوم ايه هي كلمة السر اللي توصلني لأعلى درجات الخشوع؟ طب اسأل نفسك كده سؤال، انت قريب من ربنا؟ بتكلمه؟ بتدعيه؟ بتفتكره في يومك؟ ولا علاقتك بيه مجرد صلاة سريعة علشان الواجب؟ لازم تكوني عارفة ان الصلاة مش مهمة بنخلصها، الصلاة دي لقاء حب، لقاء روح مع اللي خالقها. وكلمة السر في الخشوع هي القرب. القرب من ربنا هو السر. مش هتخشع في الصلاة وانت طول اليوم بعيد، مشغول، مضغوط ومش فاكر ربنا غير وقت الأذان. هتوصل لأعلى درجات الخشوع لما تقف تقول الله أكبر وقلبك يصدق فعلا إنه أكبر من كل حاجة، أكبر من مشاكلك، من حزنك، من اللي جاي على بالك دلوقتي وانت واقف قدام. هتوصل لأعلى درجات الخشوع لما تركع وانت شايف نفسك قد ايه صغير قدام عظمة ربنا، وتسجد وانت عارف ان دي أقرب نقطة بينك وبينه، وتدعي وانت حاسس انه سمعك ومشغول بيك. هتوصل لأعلى درجات الخشوع الحقيقي لما تبكي من غير دموع، تبكي بقلبك، بحسك، بجوارحك، لما تطلع من الصلاة وانت متغير، حاسس انك اتغسلت من جوه، اتولدت من جديد. هتوصل لأعلى درجات الخشوع لما تعرف قدر وقيمة وعظمة ربنا، علشان تعرف وتقدر انت رايح تقابل مين. علشان لما تقول الله أكبر يبقى انت مش بتكذب، هو فعلا ربنا أكبر من كل شيء في حياتك، أكبر من كل شيء في قلبك، من كل شيء حواليك، من أي حاجة بتفكر فيها. الله أكبر هي اللي بتسكت كل الأفكار اللي جواك، هي اللي بتوصلك لحالة من السكينة الداخلية الكاملة، حالة بتخرج فيها وتنخلع من الهموم اللي جواك وبتلجأ بس لربنا سبحانه وتعالى. هتوصل لأعلى درجات الخشوع لما تعرف إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إزاي بيتعامل مع الصلاة، لما كان بيقول له أرحنا بها يا بلال، علشان عليه الصلاة والسلام عارف إن هي مصدر الراحة، عارف إن الراحة هنا وإحنا اللي بنختار الشقة. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بيننا يحدثنا ونحدثه، فإذا نودي للصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هتوصل لأعلى درجات الخشوع لما الصلاة عندك تبقى اشتياق لحبيبك، مش مجرد واجب بتأديه، لما يبقى لقاء بتحبه، كأنك رايح تقابل حبيبك اللي بتشكيله كل همومك، مش مهمة بتخلصها وخلاص. الخشوع مش بيبدأ في الله أكبر، الخشوع بيبدأ قبلها بكتير، بيبدأ من ذكر، من دعاء، من توبة، من دمعة، من لحظة صدق تقول فيها يا رب أنا محتاج أحس إني قريب مني. لما تفهم كل كلمة بتقولها كأنها أول مرة، الفاتحة، التشهد، السجود، كل دول مش مجرد تكرار، أمال إيه؟ ده حوار حقيقي بينك وبين ربنا. ساعتها هتحس إنك بتقرب، كل سجدة هتقربك وكل ركعة بترفعك، لحد ما يجي يوم وتخشع بصدق وتقول لنفسك أهو ده اللي أنا كنت بدور عليه طول عمري. قبل ما تقوم تصلي صفي قلبك، افتح المصحف، قول ذكر، ابكي في دعوة، عيش مع ربنا، وبعدين شوف ركعتك هتبقى عاملة ازاي. اللي بيعيش طول يومه مع ربنا بيخشع أول ما يقول الله أكبر، علشان هو خلاص قلبه متعود يكون معاه، مش محتاج يستدعي التركيز بالعافية. ما تقولش مش قادر أخشع، قول لنفسك أنا محتاجة أقرب،
وكل ما تقرب هتخشع وهتحب وهترتاح. ابدأ من النهاردة، رجع قلبك لربنا وخلي كل سجدة تقربك أكتر لحد ما تيجي اللحظة اللي تقول فيها أنا أخيرا حسيت بالصلاة. لما تبقى الصلاة مش فرض، تبقى شوق، مش بتصلي علشان تخلص وخلاص، لكن بتصلي علشان ترتاح وتفضفض زي النبي ما كان بيقول أرحنا بها يا بلال. ابدأ من النهاردة وحاول تصلي صلاة واحدة بس بقلب صاحي، وشوف ربنا هيقربك قد ايه. لو الكلام ده بجد حرك فيك حاجة شاركه، يمكن يكون سبب في صلاة حقيقية لأول مرة في حياة حد. وفي النهاية أحب أقول لكم إن الخشوع الحقيقي هو اللي بينكسر فيه الكبر وبتسكن الروح، وقلبك بيقترب من ربنا من غير حواجز. الخشوع مش بس شعور، الخشوع هو سر الصلاة وروحها، هو لحظة صفا بين العبد وربه. يمكن نغفل أحيانا ويمكن نسرح، لكن يكفينا إننا نرجع ونحاول، لأن ربنا بيحب التوابين ويحب القلوب اللي بتحاول تقرب. فما تحرمش نفسك من لذة الخشوع. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم وأقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.